مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ميت يوم تابنج سيشن 67. آه مش عاجبني الشريك، واحنا بنتابع على انه مش عاجبني. اكتشفنا ان انا عندي تو سيناريوز. لا، عقلي بيشتغل عشان يردم على ان انا مش عاجبني، فبيدخلني في اختيارين: يا اما اعيش حياة من الغصب فمش بحس بالحب، او بسيبه فمش بحس بالحب برضه. فشعور مش عاجبني ده طالع من ان انا مش طايلة الحب، لانه في الحالين مهما كنت بحبه وعايشة معاه وهو مش عاجبني، هبقى عايشة مش راضية بالحياة، او اسيبه وهبقى عايشة مش راضية لوحدي. ففي كل الاحوال انا مش بستمتع بالحب. الشعور بقى ان انا مش طايله الحب ده شدته كام. نفس مره واحده، ندخل في سبعه ونطلع في سبعه، نقيس الشعور، ناخد مسؤوليتنا ونتاب مع بعض. برغم ان انا حاسه ان انا في كل الاحوال مش هعيش حياه فيها حب، بحب نفسي واقبلها بدون حدود. برغم اني عمري ما هدوق الحب مهما كان هو بيحبني وانا بحبه، عمري ما هحس الحب في الافري داي لايف. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا عمري ما هعيش الحب مع شريك حياتي، بحب نفسي واقبلها بدون حدود. دايما هكون engaged في احساس ان هو أقل مني، او ان انا عايشة حياة ما استحقهاش فهبقى كارهة حياتي، او اني متسابة وعايشة لوحدي فبرضه مش هبقى حاسة بالحب. ما عنديش فرصة ان انا اعيش الاستقرار في الحب. ما عنديش فرصة ان انا اعيش في حب واستقرار. ما ينفعش اعيش في حب واستقرار وابقى راضية ومكتفية وشبعانة مع شريك حياتي. طريقة التفكير بتاعي تركيز على العيوب، او ان انا not enough، فبدور على شخص اكون متأكدة ان عمر نجاحهم هيبقى اكبر من نجاحي عشان احس بالقيمة الذاتية تجاههم. شخص اكون متأكدة ان طاقته اقل من طاقتي عشان اقدر اكون انا انجح منه، واخد القيمة الذاتية من اني اشطر منه. واذا secondary gain، اشتكي لكم قد ايه انا مستحملة وعايشة حياة انا استحق احسن منها. انا بحب اقول ان انا عايشة حياة استحق احسن منها. انا ما عنديش استحقاق في الحب، بحب اعيش الغصب وهو ما يعجبوش ونسيب بعض، وتشوفوا قد ايه انا عايشة حياة استحق احسن منها. عدم الاقتناع بيه
الغصب اللي أنا عايشاه، تجاهل الحب اللي بيني وبينه، الشكوى طول الوقت من إني عايشة حياة أنا مستحقهاش. أنا عايشة حياة غصب عني، أنا أستاهل أحسن منه. هو ما يستاهلنيش. طب سيبيه يا ست الكل، أنا عايزاه. بس هو إنسان مش كويس. just say yes to the pattern. أنا عايزاه، مقدرش أعيش من غيره. بس هو إنسان مش كويس. بص أنا جميلة إزاي ومستحملاه ومتفضلة عليه بالحياة معاه. أنا عايزاه، بس هو ما يستاهلش حبي. أنا عايزاه، متمسكة بيه، بس هو ما يستاهلش حبي. هو ما يستاهلش حبي. أنا لازم أجيلكوا كل بنت لوحدها وأشرح لكم إن هو ما يستاهلش حبي. شفتوا كرم أخلاقي وصل لغاية فين إن أنا أحب واحد زي ده؟ تخيلوا الشخص اللي انتوا شايفينه ده أنا حبيته بكل الكواليتيز بتاعتي وهو ما عجبوش. شوفوا لأي مدى كرم أخلاقي. بصوا أنا اتنزلت قد إيه وحبيته. كل التنازل اللي أنا حساه يوم ما حبيتك. أنت ما تستاهلنيش. أنت تحمد ربنا إن أنا وافقت أعيش معاك. أنت تحمد ربنا إن أنا وافقت أعيش معاك. احمد ربنا إن أنا وافقت أعيش معاك. احمد ربنا إن أنا I call myself your one. هو أنت كنت الطول إن أنا to be your woman؟ هو أنت كنت الطول؟ just say yes. اسمحي لنفسك تحسي قد ايه انتي اتنازلتي عشان تحبيه، ترتبطي بيه او تتجوزيه، ايا كان انتي واقفة. احمد ربنا ان انا اتنازلت وسمحت لنفسي اكون شريكة حياتي. انت ما تستحقنيش. just say yes. اسمح للشعور يكون موجود. I can be with you. انت ما تستاهلنيش. انا كنت استاهل عمر الشريف بس انا اخترتك. انت ما تستاهلنيش. انا ماشية ليل ونهار اقول لاصحابي ولطوب الارض انت ما تستاهلنيش. لعلمك أنا من وراك محدش يعرف إن أنت حد كويس. كلهم شايفينك not man enough. كل الناس شايفينك not man enough. أنا فضحتك قدام صحابي عشان يعرفوا قد إيه أنا ست مضحية واخترت. بادي ريلاكسنج اللي حسيته هو تسامح من جسمي ليا للطريقة اللي أنا ببص بيها لأكتر علاقة مقدسة في الحياة. جسمي موافق إنه يقول لي معلش، انتي عملتي كل اللي انتي اعترفتي بيه ده، بس طالما أدركتي إن أنت عملتيه فيغفر لك إنك كنتي صغيرة ومش فاهمة. دوري على السيلف استيم من مكان مش عارفة فين هو. جاية من مساحة تقية، هي دي الأصوات اللي بتتسمع فيها. الدومينانس بارتنر
لازم يكون أحسن من التاني. وانتي كان من حقك ان انتي تشتري الوينر استراتيجي، بس هو سابني. بس انا دلوقتي حاسة بسلام مع السابني. ما بقتش قادرة اقول ان هو سابني. بقيت حاسة ان التراكم الطاقي للسوبريوريتي هو الفرقة اللي بيني وبينه. وقصاد الاعتراف بده من جسمي، سمحت لنفسي اني اكون زي ما انا هنا ودلوقتي. مش بتابع عشان اغير ده، بتابع عشان اشيل الحمل اللي انا كاتماه من على قلبي وعقلي، واروح لجسمي as my own best friend، واعترف له بالسر اللي انا شايلاه طول السنين اللي فاتت. اعترف له باللي انا عملته عشان العلاقة دي تنتهي. ما كانش فاضل غير اني تعبت من الحياة معاه، وادينا له فرصة ان هو يقولها عشان اكمل الحدوتة اللي بحكيها لاصحابي. بس دلوقتي جسمي بيحبني وبيحترمني، عشان انا طلعت courage enough اني احكي الحدوتة بصوت. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة بدخل في سبعة، بطلع في سبعة، بستقبل نور مكان اللي خالص. شكرا لك.